السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نعمل معكم واحد الحلوى اللي كتجي اقتصاديه وزوينه بجوج بيضات فقط. يعني جوج بيضات غادي نعملوا احسن حلوى من وليداتنا ونفرحوا بها وليداتنا في الحفله ديالهم ديال النجاح، نفرحوا بهم شويه اولا في عيد الميلاد. يعني تحضروها بجوج بيضات. غادي ندوز للمقادير. بسم الله على بركة الله. عندي جوج بيضات. جوج بيضات غادي نعملو احسن طرطة. عندي كاس ديال السكر سنيدة وواحد الفاني ديال 8 غرام. غادي نطرب غير بيدي، يعني طرب يدوي كما كتشوفوا، يعني كيكة عادية جدا. غادي نبقى كنطرب هكا حتى كيولي الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا. غادي نزيد كاس ديال الزيت ما عمرش، يعني كاس فوق النص شي شويه. كاس ديال العنبه يكون هكا فوق النص شي شويه وصافي. المهم غادي نطرب هكا مزيان حتى كيبيض الخليط ديالي كما كتشوفوا. عندي هنا كاس ديال العصير ديال الخوخ. هاد عصيري هذا ديال 2 دراهم كيعطيني كاس ديال العصير كما كتشوفوا. يعني هو يعني فيه كاس، كيعمر الكاس. هاد عصيري هذا ديال 2 دراهم كيعطينا واحد الكاس ديال العنبه عامر. به غادي نصاوب هاد الحلوى ديالي او هاد الكيكه. عندي هنا 2 كيسان ديال الدقيق بعد ما غربلتهم وعملتهم هكا في الكيسان كما كتشوفوا، يعني باش يجيني العبار مضبوط. عندي هنا 2 خمارات ديال 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. وغادي نبقى كنطرب الحلوى ديالي كما كتشوفوا. كنخلط الحلوى ديالي هكا، يعني عاديه جدا. غنخلط الكيكه ديالي، ما غادي نزيدها شي دقيق، يعني غنكتفي ب2 كيسان ديال الدقيق، ما غادي نزيدها حتى شي حاجه. صافي كنخلط فيها حتى كيتخلط الخليط ديالي وما كيبقاش يبان لنا الدقيق. وكتجي على هذا الشكل هذا، يعني ما هي خفيفه ما قصحه، يعني كيكه عاديه. غادي ندوز للمول ديالي من بعد ما دهنتو هكا بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق. طبعا عملت له ورق الزبده في القاع ودهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. عندي الفران ديالي مشعله من قبل ومنقصه له شويه على عافيه مهيله. وغادي ندخل الكيكه ديالي طيب على عافيه مهيله طبعا. صافي غادي نعملها في الفران طيب. غادي ندوز هنا، غادي نصاوب واحد السيرو اولا يعني سيرو هكا باش نسقي به الكيكه ديالي. كما كتشوفوا كاس ما عمرش ديال الماء وكاس ديال السكر حتى هو ما عمرش. عندي واحد نص حامضه مقطع طريفات. غادي نعملو فوق البوطه واحد القسم هكا صافي. والسيرو ديالي واجد. هذه الكيكه ديالي بعد ما طابت كما كتشوفوا، يعني عاديه ماشي طالعه بزاف وماشي، يعني كيكه ديالي عاديه وجات هشيشه ورطبه، جات غزاله. صافي غادي ندوز، غادي نقلبها في هذا الاناء هذا اولا في هذا الطبسيل هذا. غادي نحيد لديك الورق ديال الزبده من القاع وغادي نردها في هذا الطبسيل اللي غادي نقدمها فيه ان شاء الله. غادي ندوز غنحاول نحلها هكا بشويه، نحلها باش تعطيني 2 طبقات. غادي نحلها بواحد السكين غير بشويه، مع هي رطبه وهشيشه غنحلها غير بشويه وغادي نخليها تبرد. بعد ما طربت هذا الكريمه ديالي. عندي هنا تقريبا 2 كيسان ديال هولالا. انا كنستعمل هذه هولالا، يعني هاد هولالا انا كتعجبني دائما. انا كنفضل هذه هولالا، يعني اقتصاديه وزوينه. صافي بعد ما طربتها يعني وكانت عندي في الفريغ وعملتها واحد القسم ديال المكانه هكا في الفريغ. ومن بعد ما كانت عندي في الثلاجه انا عملتها في الفريغ تزادت بردت مزيان باش حتى هي كطلع مع هاد الحراره. خاصها ضروري تكون بارده. صافي جبت الكيكه ديالي سقيتها هكا بشويه ديال السيرو اللي كنت عملت معاكم. وغادي نحاول نعمل لها هكا يعني الكريمه وكنمشيها هكا شويه حتى كتقادد مزيان. غادي نعمل لها الطبقه الثانيه تاني. غادي نزيد الكريمه اللي بقات وغادي نخلي واحد شويه باش غادي نزوقها من الفوق. صافي نحاول نقد هكا واحد السباتوله هكا من الفوق ومن الجنيبات. غادي نعمل لوز افيلي هكا من الجنيبات كما كتشوفوا. ديك الكريمه اللي بقات عملتها في هاد البوش وكنحاول نعمل يعني ديك الوريدات اللي كيجيو من الفوق.
كتجي مزوقة هكا شوية يعني عادية جدا. وصافي غادي نبقى غادية معاها هكاك حتى كنساليها كاملة، وغادي نعملها في الثلاجة تبرد. بعد ما عملت الكلاصاج اللي غادي نعمل فوق الحلوى ديالي، عندي هنا كاس ديال الماء، عملت فيه واحد المعلقة ديال النكهة ديال الحامض كما كتشوفوا، وعندي حامضة معصرة عملت معها عاوتاني شوية ديال الماء صافي. وغادي نعمل هنا معلقة ديال الميزينة، يعني معلقة صغيرة كما كتشوفوا. غادي نعمل 2 معالق ديال السكر سنيدة، وغادي نعملهم فوق البوطة حتى يغلاو مزيان. المهم يغلاو هكا شوية، ماشي يغلاو بزاف، المهم يغلاو غير شوية. وصافي وكنزلهم عن البوطة، كنبقى كنخلط فيهم هكا باش ديك الكريمه باش ما تعقدش بزاف، وكنبقى هكا كنخلط فيها حتى تبرد، يعني باش تبرد وما تقصحش يعني ما تجمدش هكا بعد ما قيتها فوق الحلوى. يعني نبقى خلط فيها هكا حتى تبرد، وكنعملها فوق الحلوى ديالي كما كتشوفوا، يعني عاديه جدا. حاول نمشيها هكا وجات على هذا الشكل هذا، يعني جا فيها واحد المنظر رائع وزوينه واقتصاديه. نتوما كتشوفوا يعني 2 بيضات ممكن نعملوا احسن طرطه لوليداتنا ونفرحوا بها وليداتنا. صافي يعني عملت لديك السيرو اللي عملت لا من الفوق اولا الكلاصاج، عملتها في الثلاجه حتى بردت مزيان. وغادي ندوز نقطعها معكم غنشوفوا كي جات، يعني جات غزاله غزاله واقتصاديه كما كتشوفوا، وسهله اي واحد ممكن يعملها لوليداتو، علاش لا. وصافي هذا هو الشيء اللي كاين. كنتمنى هذا الفيديو ان الاعجاب ديالكم ويعجبكم، وما تنساوش دائما تشاركوا معايا في القناه. وشكرا لكم وبالسلامه عليكم وعواشركم بروكه.